السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة إعدادي معانا إن شاء الله النهاردة ملخص الدرس الأولاني، وهو درس الحركة في اتجاه واحد. أقول لكم أهم الحاجات والتفاصيل والتريكات اللي في الدرس بحيث تبقى عارف كل حاجة فيه، وإن شاء الله نمشي درس بدرس بالطريقة دي. فيجيني في أول حاجة بيتكلم عن الحركة، وكل الأجسام بتتحرك ما عدا الساكنة طبعا. طب ولما تيجي الأجسام تتحرك كلها هميز بينها وبين بعض عن طريق السرعة. يبقى السرعة جاية تصف الحركة، السرعة جاية تصف الحركة. طيب السرعة اعتمدت على ايه عشان توصف الحركة؟ على المسافة والزمن. يبقى من خلال المسافة ومن خلال الزمن بقدر أوصف الحركة وأقدر أحسب السرعة. تاني، السرعة بتوصف الحركة. طيب نيجي على السرعة. السرعة عندي حاجتين اتنين، يا إما سرعة منتظمة يا إما سرعة غير منتظمة. السرعة المنتظمة زي ما أنت شايف كده بتطلع نفس الرقم ونفس النتيجة، يزيد المسافة ويزيد الزمن وتفضل نفس النتيجة. فاجي أجيب السرعة المتوسطة في الآخر ألاقيها أختها وزيها. إذا السرعة المتوسطة بتساوي سرعتي المنتظمة في أي لحظة. إذا الجسم بيتحرك حركة منتظمة، ويبقى ده الشرط. إمتى الجسم يتحرك حركة منتظمة؟ لما عين داش بتساوي عين، أو لما عين المتوسطة بتساوي عين في أي لحظة بتساويها. وفي الحالة دي السرعة هنا المتوسطة غير معبرة. ليه غير معبرة؟ لأن كلهم زي بعض. أنا ليه أروح أجيب السرعة المتوسطة بقى لما كلهم زي بعض؟ فمبتبقاش معبرة أوي. إنما أما أجي للسرعة غير المنتظمة واجي اجيبها مره الاقيها ب2 ومره الاقيها ب4 ومره الاقيها ب1، فهي مختلفه كل مره، فبقى مش فاهم تقريبا الجسم بيتحرك بسرعه ايه، فاروح اجيب له السرعه المتوسطه عشان تبقى معبره. الاقيها بتساوي 1.4 متر على الثانيه. ساعتها الاقيها في المنتصف 1.4 ما بين الاربعه وما بين وما بين الواحد، حاجه في المنتصف كده. فاجي اقول ان الحركه غير المنتظمه لما تكون السرعه المتوسطه لا تساوي السرعه في اي لحظه، وساعتها هنا السرعة المتوسطة بتبقى معبرة في حالة إن الجسم بيتحرك بسرعة غير منتظمة. يجي لي هنا يقول لي وظيفة عداد السرعة. وظيفة عداد السرعة حساب السرعة بشكل مباشر، حساب سرعة الجسم بشكل مباشر. ليه؟ هو أنا ممكن أحسب سرعة الجسم بشكل غير مباشر؟ لما تجيب المسافة وتجيب الزمن وتقسمهم على بعض وتجيب السرعة، ساعتها أنت حسبت السرعة بشكل غير مباشر، إنما العداد بيطلعها لك على طول. حاجة كمان لما يجي يعرف لي السرعة المتوسطة، طبعا التعريف اللي في الكتاب ده دليلة القانون، يعني مسافة على زمن، فهو بيقول لك المسافة الكلية على الزمن الكلي. لا، في تعريف بقى مستخبي هنا بيقول لك هنا السرعة المتوسطة تعادل السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. فممكن نجيبها لك بما ما معنى قولنا أن، فنبقى فاهمين إن دي السرعة المتوسطة. ده تعريف حلو ليها، السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. يجي لي هنا نوعية سؤال معين يقول لك متى تساوي السرعة المسافة المقطوعة؟ امتى السرعة تساوي المسافة المقطوعة؟ نوعية الأسئلة دي بتبقى ما بتجيش كتير، بس بتبقى تريكات في الامتحان عشان تبين انت فاهم ولا لا، او لو عايز تجيب الدرجة النهائية. فنعمل ايه في السؤال ده؟ اللي هو يطلبه منك اكتبه، اتعامل معاه كأنه معطى. اللي يطلبه منك اكتبه وتعامل معاه كأنه معطى. هو طلب منك السرعة بتساوي المسافة، حاضر هكتبها لك. ادي السرعة بتساوي مين؟ بتساوي المسافة. طب وبعدين هعمل ايه؟ فك واحدة فيهم. اجي افك مين؟ افك المسافة. من القانون بتاعي عين بتساوي في على زين، المسافة بتساوي مين؟ لما ادرع على المسافة بتساوي عين في زين. تمام، يبقى المسافة بتساوي عين في زين، وكده كده عين الناحية التانية يبقى عين بتساوي عين في زين. حلو، عين هنا في اليمين وعين في الشمال اقوم مطيرها مع بعضها، اتفضل لي زين بتساوي 1. ايه ده؟ لما زين بتساوي 1؟ لما زين بتساوي 1 او لما الزمن يساوي الوحدة. يبقى امتى المسافة تساوي السرعة؟ لما الزمن يساوي الوحدة. نيجي هنا لنوعية تانية من الأسئلة بيقول لك المسافة زادت للضعف. المسافة زادت بمقدار الضعف. ايه الفرق ما بينهم؟ زادت للضعف هي كانت ف وبقت 2 ف، يبقى زادت إلى الضعف. طيب التانية المسافة زادت بمقدار الضعف، كانت ف هزود عليها مقدار الضعف، يعني هزود عليها 2 ف، نجمعهم تبقى 3 ف. يبقى زادت للضعف بقت 2 ف، زادت بمقدار الضعف بقت 3 ف. ناخد مثال، يجي يقول لك إذا زادت المسافة بمقدار الضعف وزاد الزمن إلى 3 أمثاله، إيه اللي يحصل للسرعة؟ واحدة واحدة ونفصل. المسافة زادت بمقدار الضعف، يبقى ف زائد 2 ف ب3 ف، يبقى ف زائد 2 ف ب3 ف. طيب والزمن زاد إلى 3 أمثاله، الزمن كان زين زاد ل3 أمثاله يبقى بقى 3 زين على طول. حلو، تعال نجيب السرعة بقى، نقسم المسافة الجديدة اللي عندي دي على الزمن الجديد اللي عندي.
يبقى 3 ف على 3 ز يديني ف على ز، ما هي ما اتغيرتش، ف على ز دي اللي هي السرعة، إذا تظل السرعة إيه؟ كما هي، تظل السرعة كما هي. نيجي هنا نتكلم على السرعة النسبية. كلمة السرعة النسبية يعني هي متغيرة بالنسبة لي وبالنسبة لك وبالنسبة لغيرنا. إذا هي لما احنا كلنا نبص لنفس الجسم، لما احنا كلنا نبص لنفس الجسم برضه هتبقى متغيرة، مع إن الجسم ده بيتحرك بسرعة ثابتة مثلا، يبقى كل واحد بيشوفها بالنسبة له حسب حالته. تمام. القانون اللي بحسب بيه السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية زائد أو ناقص سرعة المراقب. يبقى إذا مفيش قانون للسرعة النسبية غير القانون ده، أكتبه زي ما هو. طيب لما أجي أبص للسرعة النسبية ما بتتحسبش غير من القانون ده. طب والسرعة الفعلية للجسم ممكن أجيبها في فعل زي، طب وسرعة المراقب أجيبها في فعل زي. إنما النسبية ملهاش فيها على زي، ليه؟ لأنها مش حقيقية، تخيلية، بتختلف من واحد للتاني. إنما السرعة الفعلية وسرعة المراقب لها فيها على زي عادي، لأن فعلا الجسم بيتحرك بالسرعة دي. تمام، حلو قوي الكلام ده. طب وبعدين ايه اللي بيأثر عليها بقى السرعة النسبية؟ موجب أو ناقص دي يعني اتجاه حركة المراقب. موجب أو ناقص دي يعني ايه؟ اتجاه حركة المراقب. لو في نفس الاتجاه الاتنين مع بعض، المراقب والجسم هنطرح، ولو في عكس الاتجاه يبقى هنجمع. يبقى أول حاجة بتأثر على السرعة النسبية اتجاه حركة المراقب اللي هي الإشارة. تمام. تاني حاجة حالة المراقب نفسه، اللي هي ايه حالته بقى ان شاء الله؟ هو المراقب حضرتك بيتحرك ولا واقف ساكن؟ وساعتها يبقى له قيمة للسرعة بتاعته ولا ملوش؟ يبقى لما يجي يقول لك ايه اللي بيأثر على السرعة النسبية، ما تقولوش السرعة الفعلية لا، قول له حالة المراقب واتجاه حركته، نقطتين، حالة المراقب واتجاه حركته. اجيها في كتاب الامتحان كاتبها لك اهو. تختلف السرعة النسبية لجسم متحرك في اتجاه ما تبعا لاختلاف حالة المراقب واتجاه ايه؟ واتجاه حركته. حاجة كمان، أي مسألة تخص السرعة النسبية حلها في القانون ده. أي مسألة تخص السرعة النسبية حلها في القانون ده. حضرتك اكتبه أو حضرتك اكتبيه في الامتحان وعوضي في أي حاجة هو عايزها، هتيجي من القانون بتاعنا. هتيجي منين؟ من القانون بتاعنا. يعني مثلا على سبيل المثال يقول لي إمتى السرعة النسبية تساوي صفر؟ طيب امتى السرعة النسبية ايه تساوي صفر؟ طب بديهي كده، امتى السرعة النسبية تساوي صفر؟ قال لك لو الفعلية برقم وسرعة المراقب برقم والاثنين بينهم إشارة ناقص، فأقوم أطرح دي من دي تديني كام؟ تديني صفر. طبعا 50 دي مثال، يعني 50 ناقص 50، 60 ناقص 60، 70 ناقص 70، هي مش دي هتخلي السرعة النسبية بصفر؟ يبقى أقول له إمتى بقى؟ لما السرعة الفعلية تساوي سرعة المراقب وبينهم إشارة ناقص، يعني إيه؟ يكونوا الجسمين في نفس الاتجاه. يبقى لما السرعة الفعلية تساوي سرعة المراقب ويكونوا في نفس الاتجاه، يبقى أنا حليتها من الإيه؟ من القانون. يجي يقول لي إمتى السرعة النسبية تساوي ضعف السرعة الفعلية؟ أقول له إيه بقى؟ النسبية ضعف الفعلية؟ يعني أنت دي عايزها تبقى ضعف دي، يعني قدها مرتين. لما يكون دي مثلا برقم ودي بنفس الرقم واجمعهم تبقى دي قدهم مرتين. بالعقل هو واحدة واحدة والمنطق. إمتى النسبية ضعف الفعلية؟ لما تكون الفعلية زي سرعة المراقب وبينهم زائد، وبالتالي تبقى قدها مرتين. طب بينهم زائد دي يعني ايه؟ يعني في عكس الاتجاه. اقول له خلاص بقى السرعة الفعلية ضعف السرعة الايه؟ السرعة النسبية ضعف السرعة الفعلية لما يكون سرعة المراقب والسرعة الفعلية قد بعض وفي عكس الاتجاه. في نقطة مهمة كمان، وهي ان السرعة النسبية والسرعة الفعلية بيبقوا لنفس الجسم. يعني مثلا احنا عندنا 3 سرعات، نسبية، فعلية، وسرعة مراقب. المراقب ده اللي واقف يتفرج، واقف يتفرج على مين؟ على العربية اللي بتتحرك بالسرعة الفعلية. طب ما هي نفس العربية اللي بتتحرك بالسرعة الفعلية هتبان له بتتحرك بسرعة نسبية تانية مختلفة عن سرعتها الفعلية. يبقى إذن السرعة الفعلية للسيارة والسرعة النسبية لنفس السيارة بس من وجهة نظر المراقب. يبقى المراقب واقف بيتفرج لوحده، له سرعة لوحده مع نفسه. في السيارة لها سرعة فعلية وبتظهر له كأنها بسرعة نسبية. يبقى الاثنين دول لنفس الايه؟ لنفس الجسم.